الدولة تنسحب جزئيا أو بالفيديو بعد تدخل فوزي القجع، الفيفا تتخذ قرار صادم في حق الجزائر بعد اعتدائهم على لاعب منتخب ليبيا، وتنتصر للمغرب بهذه المفاجأة الغير متوقعة. شاهد ماذا حصل. أولا، وإذا كنت مسلم يرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. هزت مباراة الجزائر وليبيا العالم، وذلك بعد الاعتداء الشنيع الذي تعرض له منتخب ليبيا من طرف المنتخب الجزائري وجماهيره التي قفزت من داخل الملعب وانهالت بالضرب على اللاعبين الليبيين بدون أي سبب رغم هزيمتهم أمام الجزائر، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وطالب رئيس الاتحاد الليبي دعما من المغرب وفوز القجع لاستعادة حقه من هذا البلد الهمجي. وبالفعل كان التدخل من فوز القجع لمساندة هذا البلد من بطش الجزائريين الذين تصرفوا نفس التصرف اتجاه المنتخب المغربي للناشئين في كأس العرب، ومجهودات القجع أتت ثمارها والحمد لله، حيث أعلنت الفيفا قبل قليل على أن هذه التصرفات الهمجية التي يقوم بها الجزائريون ليست جديدة، بل سبق وتصرف نفس التصرف اتجاه المغرب في كأس العرب، وبهذا وجب وضع حد لهذه المهزلة والعنصرية. وأعلنت الفيفا على أنها فرضت عقوبة بملايين الدولارات في حق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وأصدرت تحذير شديد لها في حالة تكرر هذا التصرف مرة أخرى، فالجزائر ستمنع بشكل نهائي من استضافة وتنظيم أي بطولة. كما أكدت الفيفا على أن البلد الوحيد الذي يستحق تنظيم بطولات كهذه هو المغرب، نظرا لما يتمتع به من أمن وأمان وأخلاق وروح رياضية كبيرة يمتاز بها الشعب المغربي. وأنتم ما رأيكم في تصريحات الفيفا؟ ننتظر آراءكم في التعليقات.